اتعلم شطرنج. كتير مننا ما بيعرفش يبدأ دفاع بالاسود او ما بيعرفش يلعب بالاسود عامة. فالنهارده هنتكلم عن كاروكان ديفنس. اول حاجة الابيض بيلعب الدي 4، انت بتروح رادد عليه بالسي 6. في الوقت ده هو هيبدأ عاوز ينتشر اكتر في النص، عاوز يمسكك من النص، عاوز يخنقك، فبالتالي هيروح لاعب الاي 4. دي اشهر نقلة، يعني هو ساعات ممكن يلعب الحصان، يلعب الحصان الناحية دي، يطلع بالفيل. تمام، مفيش اي مشاكل. بس دي اشهر نقله بتحصل اول لما بتبدا بالدفاع بتاع كاروكان ديفنس. في الوضعيه دي فانت بتروح لاعب دي 5. فدلوقتي الابيض قدامه 3 حاجات: لا اما ياكل، يتقدم، لا اما يتجاهل. فاحنا هنيجي لاول حاجه. لو هو كلب، هو لما بياكل انت بتروح واكل. في الوقت ده هو هيبدا مثلا يهدد لك البدء بتاعك، انت بتبدا تلعب الحصان وتحمي البدء بتاعك. هو هيبدأ الانتشار بتاعه، هيطلع بكده. انت بايدك اللي انت تلعب الفيل، تلعبه لا اما تلعبه وتربط الحصان، بس ده ما انصحكش بيه عشان هو هيطلع بالفيل. فافضل حاجة اللي انت بتلعب الفيل هنا. تمام، هو هيلعب الفيل بتاعه هنا عشان يعرف يبيت. انت بتروح لاعب دي. ما ينفعش قبل ما انت تحرك الفيل تروح لاعب البيدق كده، انت حبسته وكده، ده غلط يعني في الوضعية دي. فبالتالي اول لما يطلع بالفيل نروح طالعين بالبيدق. هو هيبيت، احنا هنلعب الفيل بتاعنا، هو هيلعب مثلا فيل هنا مثلا، فاحنا هنروح مبيتين. والف مبروك كده، انت بقيت بتلعب بكاروكان ديفنس. فبالتالي انت كده المفروض بقى الجزء اللي بعد كده الميدل جيم. فالمفروض اللي انت دلوقتي الجزء ده مفتوح معاك، تقدر تلعب الوزير، تلعب الفيل، تلعب الحصان، تطلع بالبيدق. اي حاجة انت ممكن تعملها هتبقى انت متمركز احسن منه ومنتشر احسن منه. طيب، دي اول حاجه. احنا قلنا طبعا هو لو كل ولعب بالحصان، طب افرض هو ما لعبش بالحصان، لعب بالبدأ ده، انت ما تاكلش، يعني انت ما تاكلش ده على طول، عشان هو ساعتها هياكلك بالفيل وهيبقى ماسك، هيخنقك في النص. فانت بالتالي بتروح لاعب الحصان تحمي البيدق، هو هيلعب الحصان بتاعه عشان يهجم على البيدق. في الوقت ده لما هو في الوقت ده ما طلعش الفيل، العب البيدق. يعني دي افضل حاجه يعني في الانتشار عامه، وده اللي انا بفضله. هو ساعتها هيطلع بالحصان هنا مثلا، فاحنا بنطلع بالفيل، هو برضه هيطلع بالفيل ايا كان فين، ساعتها هنروح مبيتين. والفيل اللي هنا اللي احنا حبسناه، لا احنا ما حبسناهوش. هو مثلا لو لعب اي حاجه فاحنا هنلعب هنا ونقدر نقدر نطلع هنا. طيب احنا قلنا هو لو كل البيدق فانت هتعمل ايه؟ طيب هو لو ما كلش انت بقى هتعمل ايه؟ يعني هو لو ما كلش هيروح لاعب الحصان، اكتر نقله مشهوره، عشان يحمي البدء بتاعه، عشان لو اتاكل في اي وضع ايا كان، لو البدء ده على ايدك الشمال كله من غير اي تردد وبسرعه. هو هياكل بالحصان او ما ياكلش، ممكن يعمل لك خدعه، واللي هو يروح لاعب البدء هنا عشان انت تاكل. هو هيروح واكل بالوزير، وساعتها هيكون هو ماسك برضو النص احسن منك، فده اللي احنا مش عاوزينه، وده اللي انت ما تفضلش اللي انت تعمله. يعني هو لو لعب لك البدء ده هنا فانت تروح لاعب هنا، هو هياكله، مش مهم، ده بدء سيء في مكان وحش جدا مش كويس، وانت هتبدأ الانتشار بتاعك عادي جدا. هو هيلعب اي حاجة، هيلعب هنا، انت تبدأ تطلع وتبدأ تبيت. تمام، فاحنا قلنا طيب لو هو كلب الحصان، انت تلعب الحصان هنا. طبعا انت هتقول لي طب ما هو هياكل، اشهر حاجة اللي هو هياكل، في كذا وضعية اللي هو ياكل او ما ياكلش، هقولها لكم كلها. لو هو كل دلوقتي، احنا ممكن ناكل بالبدء ده او البدء ده، صح؟ طب احنا افترضنا ان احنا هناكل بالبدء ده، ساعتها هو هيلعب اي حاجة، انت هتطلع بالفيل، وساعتها تقدر تبيت بعد كده، ويبقى البدء ده حاجة مساعدة لو حب يهجم على الملك ويغربل لك الدنيا في الجزئية دي. طيب تمام، هو لو ما كلش بالبدء ده وكل بالبدء ده، ساعتها انت هتلعب هنا وهتبدأ تمسك الجزء ده، هتطلع بالفيل وهتطلع بالحصان والوزير، وتبدأ تبيت طويل، ودي برضو وضعية كويسة. طيب هو لو ما كلش ولعب هنا، انت برضو هتبدأ الانتشار بتاعك، تبدأ تبدأ تبيت. كده احنا اتكلمنا هو لو كل او ما كلش. طيب دلوقتي لو هو اتقدم لقدام، انت على طول بدون اي تردد تروح لاعب البدء ده هنا. في طبعا حالتين، لو كل او ما كلش. طبعا لو هو ما كلش هيلعب كده، فساعتها انت يعني المنظر ده يخوف، فساعتها انت بدون اي تردد من غير اي حاجه تروح لاعب الحصان هنا،
هو هيروح لاعب الحصان على طول. اول لما يلعب الحصان ده تروح انت ربطه وتربط الحصان بالوزير. ليه؟ علشان ما يتحركش، عشان ما تاكلش الوزير بتاعه. وهو هيلعب اي حاجه، مثلا هيلعب هنا. في الوضعيه دي بيفضل ان انت ما تقفلش على الفيل بتاعك، يعني ما تحبسوش، يعني ما تلعبش البيدق وبعد كده والفيل لسه جوه، عشان مش حلوه ليك ان انت تطلع بدي وتطلع بالفيل يعني. فدي حاجه مش لطيفه خالص. فانت تروح قافل على طول، وهو لو لعب اي حاجه فانت تروح واكل الحصان يعني. فدي افضل حاجه. هتاكل هنا، هو هياكل، هتاكل، فاهمني؟ هيعمل كده، هتطلع بقى تبدا تنتشر او مثلا تلعب بالفيل وتعمل كش ليه وتنتشر احسن منه. احنا قلنا لو هو ما كلش ولعب ديك وحمى وعمل سطر زي ما احنا قلنا. طب افرض هو كل هنا، ما فيش اي خوف برضو، تروح انت لاعب الحصان هنا. هو برضو لو طلع بالحصان فانت بتروح رابط على طول وتقفل وتبدا تنتشر. ما تقلقش، انت هتبقى خسران بدأ، بس انت هتعرف تعوضه ان انت تعمل كش للملك وتاكل البيضة، او تلعب البيضة ده عشان تحمي بعد ما تقفل فتروح واكل. ايا كان، هو مش انتشاره مش هيبقى احسن منك يعني. حتى الحصان يعني انت بتلعبه هنا وبعد كده بتلعبه هنا ف... فانت بتنتشر افضل يعني. طبعا كده انا وصلت لنهاية الحلقة. اتمنى تكونوا الشرح كان بسيط، واتمنى ان تكونوا فهمتوه. طبعا شرحت اشهر التفريعات اللي هي بتحصل في الشطرنج في الوقت ده. فاستنونا حلقة جاية ان شاء الله بافتتاحية جديدة.